برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. ازيكم؟ انا كريستين ويليام، استشاري نفسي وعلاج معرفي سلوكي ومعالج ادمان. دوري في سلسلة ريح دماغك اني مش بس اريح دماغك من الافكار السلبية، دوري انك توصل لحياة متوازنة تكون انت سعيد وراضي بيها. موضوع النهاردة عن الجواز. طيب تعالوا نشوف الراجل والست كل واحد بيشوف الجواز ازاي. الراجل بيدور على الحب في الكلام الحلو اللي بيسمعه من خطيبته او حبيبته، والكلام اللي بيقولوا ليها واللحظات الحلوة اللي بيعيشوها سوا قبل الجواز. طيب والست بتدور على الاهتمام بكل تفاصيل، سواء بقى اللي بتحبه واللي مش بتحبه، بتستنى الراجل يهتم بيها بكل حاجة، سواء في مرحلة الخطوبة أو في الجواز، ويدرسوا بعض فيها وكل طرف بيعرف إيه هي المميزات والعيوب بتاعت كل طرف. طيب سؤال، الحب ليه مدة بعد الجواز؟ السؤال ده بنتسأله كتير. الإجابة هي أيوه. الدراسات بتقول مدة الحب الحقيقي 3 سنين، وبعد كده بيتحول الحب لمرحلة الراحة والأمان. مش معنى كده إن الحب مبقاش موجود، وكمان بيبقى اسمه سولميت، يعني شريكك بيبقى هو توأم روحك اللي فاهمك أكتر منك، وبتبدأ مرحلة الارتياح النفسي. هل كل القصص اللي يتحول فيها الحب إلى مرحلة الأمان والراحة وبعدها سولميت؟ لا، في قصص كتير مبنية على التفاهم والإعجاب والاحترام والتفاهم، ده عمل حب بينهم تحول لكيمياء بين الزوجين، والكيمياء دي مهمة بين أي طرفين لأنها بتسهل عملية التواصل والفهم من خلال البصات. يعني مش لازم يتكلم ويحكي، ممكن من البص بس يفهم هو عايز يقول ايه. سمعت كتير من الناس في الجلسات بتحكي عن السنة 7 بيقولوا ما بقاش في حب، والموضوع ده اتكرر في كذا جلسة كمان مع ناس مختلفين. لكن دي مش قاعدة ثابتة. أول حاجة إن الروتين بيجيب ملل وزهق، إن كل يوم بتعمل زي اللي قبله وهنعمل زي اللي بعده. لازم أبدأ أغير الروتين وأجدد. ليه؟ عشان الروتين ده نظام محفوظ ما فيهوش تجديد للطاقة، وبيخلي الحب ياخد شكل مختلف في العلاقة، والتكرار ده بيحسس الطرفين إن الأيام كلها واحدة وكأنه يوم واحد بس طويل. طب نعمل إيه؟ تعالوا نفهم إيه الأسباب اللي تخلي الراجل أو الست يكملوا في العلاقة. يعني الراجل مثلا، تعالوا نبدأ بيه. تفتكروا كده أي راجل عايز إيه؟ أكلة حلوة؟ تمام. إيه كمان؟ أي راجل بيحب إحساس إنه مبسوط ومتدلع، وبيحب دايما الست الفرفوشة اللي بتهون عليهم من الشغل والضغوط والمدير وطلبات الأولاد والبيت والأسعار الغالية. عارفين لو لقى كده هيبطل ينزل مع صحابه، وهيختار قعدة البيت، وهيحب الوقت اللي بيقضيه في البيت كمان. ولما هيعمل كده مش هيعمله خوف من الزعل والنكد، لكن هيعمله علشان فعلا هو حابب كده، وهيحس إن البيت هو مكان الراحة والاستقرار بتاعه. الست بقى بتدور دايما على الأمان والانتماء والسند والعاطفة. الست فعلا متطلباتها بسيطة، هي عاملة زي الطفلة في البيت، محتاجة جوزها يبقى هو أبوها وجوزها وسندها. من الآخر لو كل طرف عرف الشريك التاني محتاج إيه وعامله علشان، العلاقة هتنجح جدا. العلاقة بتنجح لما الطرفين يبقوا عايزين العلاقة دي ومكملين في نجاحها. بالطريقة دي بيبعدوا عن الفتور والملل، الخناقات، التأييد، الروتين. كمان إن إحنا بنناقش بعض في أصغر وأدق التفاصيل وناخد رأي بعض، والأهم من ده كله نسمع بعض ونفهم المواضيع دي، لأن دي بتقرب الطرفين في التفاهم ونضج العلاقة. بلاش وقت الخناق كل طرف ما يسمعش غير صوته وبس، نفهم وجهة نظر كل طرف وليه رأيه كده، ونتناقش بالراحة وبهدوء. بلاش نعدي اليوم من غير ما نكون متصالحين. موضوع السوشيال ميديا مهم جدا جدا، بيجيب خلافات كتير قوي، لأن كل شريك لما بيشوف التاني مهتم ومركز مع الفيسبوك والإنستجرام والشاتنج مع الأصدقاء وسايب التاني، بيعمل بعد ومسافة وحواجز، وبيحس إن كل دول أهم منه من القعدة معاه. خلي وقت محدد ليهم والباقي مع الشريك التاني. تخيلوا معايا لو بكلم جوزي وهو من أول ما يرجع من الشغل باصص في الموبايل، الست هتحس بيه، والعكس طبعا. كل ده بيحوش تراكم وزعل بين الطرفين، وكل الزعل ده هيولد بعد فترة انفجار، وبيفتكروا مواقف كتير تراكمية. كل واحد وكل واحدة يقول للطرف التاني ايه اللي بيضايقه، 1 2 3، وكل طرف يبقى عارف وحافظ كتالوج الآخر. مع الوقت هيبقى حافظ النظام بتاع الطرف التاني، وايه اللي بيفرحه وايه اللي بيزعله. ساعات كتير بنسمع وبنقول الاتنين المتجوزين دول بقوا شبه بعض ليه كده؟ عشان فهموا وعرفوا طباع بعض، وعرفوا مميزات وعيوب كل طرف، وهي دي الكيمياء. طيب
كل واحد ليه طريقة في استقبال الحب. هو إيه الحب من وجهة نظرك؟ في ناس بالنسبة لها الحب هو الاهتمام الزيادة والكلام الحب الكتير. في ناس تانية بالنسبة لها الحب هو لو حصل لي أي موقف في الشارع أو مكان ما وكلمتك ألاقيك جاي دلوقتي وتقف جنبي. في ناس تانية شايفاه إن هو يفضل يجيب لي هدايا ومفاجآت، يهريني بقى فسح، ونفس طريقة الاهتمام والكلام قبل الجواز تبقى هي بعد الجواز. في ناس تانية بالنسبة لها الحب هو السفر في مكان سوا مع بعض ونقضي أكبر وقت أنا وهو مع بعض. في ناس تانية بالنسبة لها الحب هو إني أعمل شوبينج كتير قوي بقى وأجيب حاجات كتير وأجيب اللي نفسي فيه. في ناس بالنسبة لها الحب هو التقارب والتلامس الجسدي. الحب أشكاله كتير وكل واحد ليه رأيه ووجهة نظره فيه وأنهي شكل هو بيحب. لغة الحب كتير جدا وعميقة جدا، كل واحد يختار اللي يعجبه منه. أهم حاجة كل شريك يراعي الطرف أو الشريك التاني ويشوف هو محتاج إيه علشان يوصلوا لعلاقة أكثر نجاح واستقرار.